picked a bad spot. بهذا الفيديو بدنا نحكي عن واحد من أكثر المسلسلات اللي محيرة الناس، فروم. المسلسل اللي خلى الكل بيفكر شو القصة وراء المدينة الغريبة ومين هن هالمخلوقات المرعبة وليش كل شيء عم يصير بهالطريقة الغريبة اللي ما لها تفسير. بهالفيديو رح اشرح لكم أبرز النظريات المجنونة يلي بتفسر شو اللي عم يصير بهاي المدينة الغامضة. إذا كنتم من متابعين المسلسل أو حتى بس حابين تعرفوا نظريات جديدة، استعدوا لنظريات رح تخليكم تعيد تفكيركم بكل لقطة شفتوها. النظرية الأولى بتقول إنه المدينة هي فخ بين الأبعاد. فكروا معي شوي، ممكن المدينة يلي الناس عم يوصلوا لها مو موجودة بعالمنا، بل هي ببعد تاني، ممكن تكون أشبه بفخ عم يسحب الناس لعنده من أبعاد مختلفة لسبب غامض. شو رأيكم إذا كانت مخلوقات الليل المرعبة موجودة لتحمي هذا البعد أو تتحكم فيه؟ هيك منفسر ليش ما حدا قادر يهرب وليش كل شيء عم يصير بشكل غريب ما بيتصدق. النظرية الثانية بتقول إنه المدينة تجربة علمية خارجة عن السيطرة. شو إذا كانت المدينة جزء من تجربة علمية ضخمة وسكان المدينة هن مثل فئران التجارب بيد العلماء أو حتى كائنات غامضة عم تلعب بعقول. يمكن كل هالتجارب اللي عم تصير هدفها قياس ردة فعل تجاه الخوف والفوضى. فكرة إنه في مراقبين مخفيين عم يراقبوا كل حركة تفسر ليش ما في منطق للأحداث يلي عم تصير. الأفرام، بتعتقدوا إنه في تفسير منطقي لكل اللي عم يصير ولا المسلسل رح يضل غامض لآخر لحظة؟ شاركونا نظرياتكم بالتعليقات ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد عن المسلسلات والنظريات المجنونة. استنونا بالفيديوهات الجاية لأن اللي جاية أعظم.